امتى المصريين بيعتدوا على الكبار؟ من امتى الشاب المصري بيقل ادبه على بنت اصلا؟ وده اللي المقصود بيه الجيل الجاي، ده اللي بيحاولوا يعملوه معانا بقالهم اكتر من جيل، ان الامان ما يكونش موجود في المجتمع. احنا في خطر حقيقي، انا وانتوا كده والمجتمع كله، ولو ما اتحركناش دلوقتي صدقوني اولادنا مش هينبسطوا خالص قدام، واحنا هنفضل نعيط عليهم ونقول يا ريتنا اشتغلنا من بدري. اولا ازيكم يا اباء وامهات ابطال المستقبل؟ جاهزين بقى نتعلم حاجه جديده لينا ولاهلنا ولاولادنا؟ اولا تعالوا نرجع بالزمن شويه لورا عشان اقول لكم ايه الخطر اللي احنا بنتعرض. يعني لو انا في غابه فهمونا ان احنا في غابه، لكن احنا في دوله قانون وفي بلد قانون. ما تعيطيش يا ماما لو سمحت، بساعد والدتي في تسليم ارضها. ليه شايفاني بطله؟ جامد. ليه بطله جامد؟ ليه بقى؟ دي كرامتي. الفيديو اللي عدى ده اللي كل مره هفكركم بيه لما ماما كانت بتتعرض لخطر وارضها كانت بتتاخد منها. الحمد لله رجعناها. بس الحقيقه بعد ما خلصنا الموضوع ده وقعدت افكر مع نفسي كده من اتجاه بقى علم النفس وسلوكيات البني ادمين اللي بتتغير، قعدت افكر مع نفسي من امتى اصلا المصريين كانوا بيخافوا على امهاتهم وابائهم؟ يعني من امتى كانت الناس الكبيره في السن بتتعرض لاذى؟ ما كانش بيحصل، صح؟ مؤخرا بقى اللي بقى بيتعرض للاذى كمان الاطفال. مؤخرا كلنا بقينا نتعرض لاذى، كلنا بقينا خايفين. طيب هل المصريين كان طبعهم كده الاول؟ ابدا. الحكاوي اللي بتتحكي لنا زمان ان المصريين دايما كانوا ايد واحده ودايما كانوا متعاونين. امال ايه اللي حصل على حظنا؟ مش كفايه كورونا والزلازل والبراكين، يعني كمان حتى السلوكيات هتتغير. احب اقول لكم ان احنا بنتعامل معامله السرطان بالظبط، زي ما خلايا الجسم بتهاجم بعضها علشان تضعف الجسم وبعد كده الجسم بيبقى سهل ان ينتهي خالص. المصريين بيتعامل معاهم نفس الموضوع بالظبط. زمان حاولوا كتير يسيطروا على المصريين من بره. هتقولوا لي ايه اللي جاب زمان وانت بتتوهينا ليه؟ هقول لكم انا هحكي لكم الخطه بالظبط. هي خطة، وأنا مؤمنة جدًا بنظرية المؤامرة، لو حضرتك أو حضرتك مش مؤمنين بيها براحتك، ده مش هيغيّر حاجة في فكري، بس أنا مؤمنة إن في خطة بتتعمل على المصريين واتنفذت وإحنا اللي شربنا المقلب. دلوقتي المصريين زي ما بنسمع إن هم زمان اتعرضوا لمشاكل كتير جدًا من برّه المجتمع، وكانوا كل مرّة هم اللي بينتصروا وبيكسبوا في الآخر. فغالبًا كده اللي كانوا بيعملوا كده اكتشفوا إن المصريين مش هينفع نجيبهم من برّه، إحنا لازم نتعامل معاهم معاملة السرطان بالضبط، من جوّه الجسم يبتدوا يهاجموا بعضهم ويبقوا ضد بعض، فبالتالي المجتمع يبقى هش جدًا ونقدر نسيطر عليه بعدين. وطبعًا هُم بالهم طويل جدًا، يعني عادي لمّا يعدّي جيل في التاني في التالت ييجي مثلًا رابع جيل يبقى جيل تعبان جدًا، 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 أي نفخة تطيّره. ولو إحنا ما فهمناش الموضوع ده وبدأنا نوعي بعض ونقول يا جماعة خدوا بالكم إحنا داخلين على منعطف، إحنا داخلين على موضوع خطر، وبدأنا نفهم بعض إن إحنا نهدى ونتريث كده ونفكر مع بعض، صدقوني الأمور هتوصل لمنطقة وحشة أوي. زي ما إحنا شايفين دلوقتي بدايتها إن الأسر تقريبًا كلها بقى عندها مشاكل. الأسرة المصرية اتفككت، وكان معروف من زمان إن الأسرة المصرية مختلفة عن باقي الأسر في أي دولة، بطبيعة الحال وبطبيعة الاقتصاد وبطبيعة المشاركة اللي دايمًا كانت بتكون ما بين الزوج والزوجة. الأسرة كانت بتبقى متماسكة. اللي حصل إن التركيز كله على إن الأسرة تتفكك. طب إحنا لازم نبقى فاهمين الموضوع ده عشان نلحق نلملم الأسر اللي عمالة تفرط مننا دي. الخناقة اللي حاصلة ما بين الأسر دلوقتي واللي حاصلة ما بين الأفراد في المجتمع كلهم، سواء أسرة أو سواء عيلة كبيرة أو سواء جيران أو أي حاجة، الخناقة على احتياجات. كل واحد ليه حاجة وليه رغبات معينة عايز يلبيها وعايز يحققها. والله بقى بالسرقة ماشي، بالعنف والاعتداء ماشي، أيًا كانت الطريقة اللي هو هيحقق بيها الموضوع بتتم. وده طبعًا عن طريق تغيير سلوكيات المصريين. المصريين الأول ما كانوش معتدين، يعني ما كنتش أتخيل زمان كده إن ممكن حد يعتدي على والدتي وهي ماشية لإنها ست كبيرة. احترام الكبير عندنا أصلًا ده كان أمر مفروغ منه، ما لوش علاقة بدين، كان المسلمين والمسيحيين يحترموا أي حد كبير. أنا اتربيت على كده، اتربيت إن الكبير ده خط أحمر حتى لو غلطان. ما اقدرش اعلي صوتي، ما اقدرش اقل ادبي، ما اقدرش اخد حاجه بتاعته. الطفل الصغير ده لازم نرحمه، لازم نتعامل معاه معامله معينه.
أنا اتربيت على كده في بيتي. لكن اللي طالع دلوقتي واللي للأسف بقى ظاهر لناس كتير جدًا، لدرجة إن إحنا بقى بيتضرب بينا المثل على السوشيال ميديا، بقينا بنتعاير يا جدعان، ما ينفعش الكلام ده. المهم تعالوا بقى ندخل في الموضوع. في النهارده حاجة مهمة لازم نتكلم فيها ونلفت نظر بعض فيها، هو إن طبيعة المجتمع المصري وسلوكيات المصريين بتتغير، وده أمر واضح جدًا، جدًا، جدًا. يعني اللي ما كانش عايش معانا وجه هيقول إيه اللي أنتم بقيتوا فيه ده، أو إيه اللي أنتم فيه ده، سواء لسه حاجة جديدة علينا أو حاجة من زمان. للأسف اللي بنرصده دلوقتي ده اتبنى من سنين عدِّت، يعني من أجيال عدِّت قبل كده وفاتت ما كانش عندهم الوعي الكفاية إن هم يفهموا المؤامرة اللي بتحصل حوالينا. للأسف أهالينا لمّا كانت بتظهر مشكلة والمفروض يتعاملوا مع المشكلة، ما كانوش بيتعاملوا، كانوا بيداروا على المشكلة، فبالتالي المدارية على المشكلة دي خلّتها تزيد. فإحنا دلوقتي محتاجين بقى نشوف إيه المشاكل اللي عندنا ونحلها، علشان لو ما حليناهاش ولادنا اللي هيشربوها للأسف. فأول حاجة عايزة أكلمكم فيها دلوقتي هو هرم ماسلو لاحتياجات الإنسان. الهرم ده أنا هاشرحه لكم لوحده في فيديو تاني، فيديو علمي كده، علشان كل ما هنحتاجه قدام هنرجع للفيديو ده. بس النهارده أنا عايزة أوجهكم لحاجة معينة أو ألفت نظركم لحاجة معينة، إن إحنا فعلًا بنواجه مشكلة حقيقية في المجتمع، وإن إحنا فعلًا لو ما وقفناش مع بعض وفهمنا المشكلة دي بتتم ليه هتزيد. لأن عشان ما ننكرش نسب الطلاق عِليت جدًا، نسب الأسر المفككة عِليت جدًا، جدًا، نسب الإدمان عِليت جدًا، 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 وكلها دايرة بتلف حوالين بعض. يعني الشاب أو الطفل اللي بيطلع في أسرة مفككة بيبقى عايز يهرب من المشاكل الأسرية، ممكن يتجه للإدمان. الزوج اللي مش مبسوط في حياته مع مراته برضه ممكن يروح يتجه للإدمان. وطبعًا حبايبنا الكبار وحبايبنا الناس بتوع زمان مش فاهمين خطورة الموضوع، ولمّا بنيجي نتكلم معاهم يقولوا ما الشباب كلها بقت بتشرب. فطبعًا أهالينا بتوع زمان في كتير منهم بيبقوا شايفين طالما فئة كبيرة بقت بتعمل الموضوع حتى لو غلط بيسكتوا لإن الناس كلها بتعمل كده. طبعًا ده غلط، مش معنى إن الناس كلها بتعمل كده أو مش معنى إن الموضوع بقى منتشر إنه بقى عادي فنسكت، لأ، إحنا في مشكلة حقيقية لازم نفكر إزاي نحلها. وقبل ما نفكر إزاي نحلها نفكر أصلًا إيه السبب في المشكلة. علم النفس دوره هو فهم السلوك الإنساني علشان نقدر نفسره حصل ليه وإمتى وإزاي، ونقدر نتنبأ بيه، يعني هيحصل إمتى بعدين أو هيحصل بأي شكل بعدين ونقدر نتحكم فيه. يعني إحنا من دلوقتي المفروض نتنبأ باللي هيحصل بعدين في وسط السلوكيات اللي بتحصل دي، ونبدأ من دلوقتي نمنعها لو هي سلوكيات مضرة ونعززها لو هي سلوكيات سليمة. بس للأسف السلوكيات اللي احنا بنتكلم عليها دي سلوكيات مضرة. من امتى المصريين بيعتدوا على الكبار؟ من امتى الشاب المصري بيقل أدبه على بنت أصلا؟ من امتى الشاب المصري ما بيكونش هو اللي بيحمي وبيدافع عن أسرته، لا بقى هو اللي بيهاجم أسرته؟ من امتى السلوكيات دي بقت عندنا؟ من امتى كانت عندنا أصلا؟ لو إحنا ما فهمناش إن دي سلوكيات غريبة ودخيلة علينا يبقى إحنا أصلًا مغيبين. لأ، الشباب المصرية كانت أفضل شباب أصلًا. الشباب المصرية والرجالة المصرية كان عندهم استعداد يضحوا بأي حاجة علشان خاطر أسرتهم. أنا اتربيت في بيت والدي كان بيشتغل بدل الشغلانة 2 علشان يخلّي أولاده ومراته عايشين حياة كريمة وحياة كويسة. أنا طلعت لقيت بابا كده، ففهمت إن هو ليه دور وكان قايم بدوره على أكمل وجه، وإن ده دور الراجل. وبالتالي ماما كانت قايمة بدورها. لكن اللي حاصل دلوقتي للأسف كل واحد مش فاهم دوره، هو فاهم احتياجاته، أنا عايز إيه وهاخدها إزاي، لكن هادّي إيه مش مهم. فإحنا محتاجين نبتدي نربي أولادنا من أول وجديد للأسف، علشان إحنا كبرنا على حاجات غلط. جيلنا اتفاجئ إن في سلوكيات اتغيّرت عن السلوكيات اللي كان شايفها في بيت أهاليه. فإحنا للأسف لو ما وقفناش وقُلنا إن اللي بيحصل ده غلط، الجيل اللي طالع هيطلع على اللي حاصل ده، فهيزوّد على اللي حاصل. فاهمينّي؟ أنا عارفة إن أنا طوّلت، بس الحاجات اللي زي دي لازم نقعد نفكّر مع بعض بصوت عالي ونسترسل بالكلام ونطوّل علشان الكلام ده لازم يوصل لكل فئات المجتمع. ولو إحنا مثلًا طبقات مختلفة متخيلين إن اللي بنتكلم فيه ده في طبقة مختلفة عن طبقاتنا نبقى غلطانين. اللي حصل مع ماما حصل في بيئة مختلفة عن البيئة اللي أنا اتولدت وعِشت فيها، حصل مع ناس تانيين مختلفين عني، بس برضه طالني وبرضه الأذى وصل لي ووصل لوالدتي.
المؤذي كان مختلف تمامًا عن تربيتنا، ومختلف تمامًا عن البيئة اللي إحنا نشأنا فيها، بس برضه أذاه وصل لي. فبالتالي إحنا لو ما قدرناش دلوقتي نحقق الأمان ونحقق مجتمع آمن لولادنا، الأمور هتسوء قدّام. وبدل ما المشكلة بتبقى في الشارع، هتوصل البيت، هتلاقيهم داخلين علينا في البيت. الموضوع بيتطور صدقوني. المهم تعالوا بقى دلوقتي أكلمكم سريعًا عن هرم ماسلو اللي هاشرحه لكم بكل تفصيل في فيديو علمي عشان نبقى نرجعه. هرم ماسلو بيقول لنا إن الإنسان ليه احتياجات، والإنسان ككل إناث وذكور زي ما ربنا عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالراجل والست أو البنت والولد ليهم زي بعض بالظبط، ليهم احتياجات. إيه هي الاحتياجات دي؟ تعالوا نشوفها. أول سلمة عندنا هي الحاجات الجسدية. الحاجات الجسدية دي هقول لكم في الورقة اللي بعدها بالتفصيل. بعد السلمة دي أو بعد المدرج ده لما بتخلصوا بنطلع للحاجة للأمان، بعديها بنطلع للحاجات الاجتماعية، بعديها بنطلع لحاجة للتقدير، بعديها تحقيق الذات. ده كده إيه الخطوات سريعا. تعالوا بقى نروح للورقة اللي بعدها اللي فيها التفصيل. أول سلِّمة عندنا اللي هي الحاجات الفسيولوجية، الحاجات الجسدية اللي إحنا قُلنا عليها، عبارة عن إيه؟ التنفُّس، الطعام، الماء، النوم، الزواج، التوازن، الإخراج. دي الحاجات الأساسية اللي بالمناسبة بيشترك فيها كل الكائنات، مش البشر بس، البشر والكائنات التانية، مش هاقول أساميها عشان العيب. بس إحنا بنشترك مع كل الكائنات في الموضوع ده، أكل، نوم، زواج عشان التكاثر والنسل ما ينتهيش طبعًا، التوازن والإخراج الحاجات دي. تاني سلِّمة حاجات الأمان. فلو إحنا عايشين في مجتمع غير آمن مش هنعرف نحقق لنفسنا الحاجات اللي في باقي المدرج، يعني مش هنعرف نطلع السلالم اللي فوق. وده اللي المقصود بيه الجيل الجاي، ده اللي بيحاولوا يعملوه معانا بقى لهم أكتر من جيل، إن الأمان ما يكونش موجود في المجتمع. بالتالي طول ما فيش أمان أنا مش عارف أطلع السلالم اللي فوق. وبالمناسبة الأمان مش في المجتمع بس، هو الأمان في المجتمع مهم جدًا، بس الأمان الأسري كمان. يعني الأطفال أو الشباب اللي طالعين في أسرة مفككة كلها مشاكل، هم هنا مش حاسين بالأمان خالص. بالتالي جهازهم العصبي والمخ طول الوقت مهيأ لهم إن هم في خطر، مهيأ لهم إن هم في بيئة غير آمنة، حتى هم عايشين في وسط أهلهم. بس للأسف المخ بيترجم الوضع ده إن ده وضع غير آمن، فطول الوقت بيبقى مؤهل للخطر. وطبعًا ده بيخلّي ولادنا ولا قادرين ينتجوا ولا قادرين يبدعوا ولا هيعرفوا يشوفوا مستقبلهم. فمحتاجين نركّز على الأمان الأسري والأمان الاجتماعي. بعد الأمان اللي هو السلامة الجسدية، الأمن الوظيفي، أمن الموارد، الأمن الأسري والصحي، أمن الممتلكات. بنطلع بقى لمّا بنحقق لنفسنا الحاجات دي، بنطلع للسلِّمة اللي فوق، الحاجات الاجتماعية، اللي هي الصداقة، العلاقات الأسرية، الأُلفة. الحاجات دي خلاص بيبقى ذهننا مرتاح بقى، أنا وفّرت لنفسي الأكل والشرب اللي هو في السلِّمة الأولانية، طلعت للسلِّمة التانية، الأمان موجود الحمد لله، مجتمع آمن، بيئة آمنة، أسرة آمنة، أسرة متماسكة، فأنا قادر أو أنا قادرة أركّز في مستقبلي وأركّز في العلاقات. فبالتالي العلاقات بتبقى أقوى، تمام؟ بعد كده بنطلع للحاجة لتقدير الذات. تقدير الذات الثقة، الإنجازات، واحترام الآخرين والاحترام من الآخرين. يعني أنا باحترم اللي قدّامي واللي قدّامي بيحترمني، فبالتالي طول ما في احترام وفي نقاش ما فيش فرض رأي، فإحنا الاتنين مرتاحين، إحنا الاتنين متقبلين بعض، إحنا الاتنين عايشين في أمان وفي سلام. بعد كده بنطلع الهرم بقى، راس الهرم، الابتكار وحل المشاكل وتقبُّل الحقائق. هنا الإنسان بيبقى خلاص وصل بقى لمرحلة هو مهدّي أعصابه، لدرجة إن هو الأخلاقيات بقت تمام، فُل أوي. الإبداع قادر يبدع، القدرات التلقائية، القدرة على حل المشكلات، بقى قادر يحل أي مشكلة بتواجهه. يعني هتلاقي بقى المجتمع اللي بالمواصفات دي والصفات دي، هتلاقي كل أفراد المجتمع أول ما بيلاقوا مشكلة قدّامهم على طول بيفكّروا إزاي يحلّوها، وعلى طول إيديهم في إيد بعض بيقرروا إن المشكلة لازم تنتهي فورًا، لا بيداروا عليها ولا بيخبّوها ولا أي حاجة. بيبقوا فاهمين إن مواجهتهم للمشكلة هيريّحهم وهيريّح الأجيال اللي بعدهم. لكن للأسف زي ما إحنا شايفين حتى مع
التطور اللي احنا شايفينه في البلد والانشاءات اللي حصلت والبنيه التحتيه اللي حصلت، للاسف احنا لسه بنواجه مشاكل لان الفرد نفسه تم التلاعب في سلوكه وفي افكاره على مدار سنين. السلوكيات اللي احنا شايفينها دي عمرها ابدا ما هتبني مجتمع، عمرها ابدا ما هتحقق الامان في البيئه اللي احنا عايشين فيها. وطبعا ده حصل على مدار اجيال، تغيير في الافكار، تشوه فكري حصل للشباب اللي طالع، فبالتالي التشوه الفكري ده انشا سلوكيات غلط. فاحنا لازم نبقى فاهمين ان اول حاجه لازم نشتغل عليها هو الفرد، ونشوف ايه الافكار اللي دخلت في دماغه وفي عقله. كمان نساعده وندربه على انه يحقق لنفسه الامن الغذائي، الاحتياجات الاساسيه اللي هو عايز يحققها لنفسه، اللي هي اول سلمه الاحتياجات الجسديه. ندربه ازاي يحققها بطريقه سليمه، لان لو ما حققهاش بطريقه سليمه هيضطر يلجا ان هو يسرق، ياخد حاجه غيره، هيعمل اي حاجه علشان يوصل للي هو عايزه، لان هو كل فكره في احتياجاته الخاصه. ايا كان العواقب اللي هيقابلها بعدين هيبقى مش مهم بالنسبه له. ففي ناس كتير وصلت للمرحله دلوقتي دي، فحلهم للاسف العقاب، لان العلاج في الوقت ده بيبقى علاج سلوكي اكتر من انه معرفي، لان لو اتكلمنا معاه من هنا السنه الجايه مش هيقتنع. هو للاسف هنا بيكون القوانين هي اللي بتقوم بدورها، وبيكون في عقاب، ولازم يكون عقاب قوي وعلى مرأى ومسمع من الجميع علشان اللي زيه يتعظوا بعدين. بعد كده نحقق بقى الامان. انا شايفه عامه ان الامان اهم من الاكل والشرب والكلام ده كله، لان يعني حتى لو انا بشتغل في موضوع ماما كنت انا بشتغل ومركزه وكل حاجه تمام، بس للاسف عدم الامان اللي هي كانت شايفاه او الخطر اللي هي اتعرضت له خلاني ما اقدرش اركز في شغلي، وخلاني ما اقدرش اشوف مستقبلي، واتعطلت فتره طويله. فاحنا علشان نخلي ولادنا يقدروا ينتجوا ويبدعوا لازم مخهم يبقى هادي، جهازهم العصبي يبقى مركز في هدفهم، مش متوتر ومتشتت من المشاكل الاسريه والمشاكل اللي موجوده في البيئه. كده انا عارفه انا طولت عليكم في الفيديو، بس الحاجات اللي زي دي زي ما قلت لكم لازم نفكر مع بعض فيها بصوت عالي وبروقان، ونسترسل في الكلام عادي كاننا قاعدين قاعده مع بعضنا كده، تمام؟ الفيديوهات دي غرضها توصل للاهالي، الاباء والامهات. الفيديوهات الترفيهيه والحاجات اللذيذه اللي انا بعملها والشقاوه واللعب والكلام ده كله غرضه للسن الصغير. مش هو اصلا مش هيجي له خلق او مزاج ان هو يسمع الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ويطول كده زيي. فيا رب يكون الفيديو نور لكم لمبه معينه، وخلاص نتكاتف مع بعض بقى ونفهم ان احنا فعلا بنواجه خطر حقيقي، ونبتدي نشتغل مع بعض. فده كان فيديو النهارده، اتمنى انه يفيد الجميع، واتمنى ان احنا نقرر ان احنا نساعد بعض ونشوف ايه المشاكل ونحلها، نشوف احتياجات الزوج واحتياجات الزوجه، احتياجات الاطفال، ونبتدي نشتغل على اننا ندور على حلول ليها. ولو حسيتوا ان الفيديو ممكن يفيد افراد تانية غيرنا ممكن تعملوا له شير، ما تنسوش تعملوا فولو بقى علشان يوصلوا كل الفيديوهات الجايه. هقوم بقى اروح اشوف الفيديو بتاع الكتاكيت الصغيرين ونشوف احنا هنوصل لهم الافكار دي ازاي، لان الموضوع محتاج ابداع. ودمتم بخير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. يا اباء وامهات الابطال، افتكروا ان انتوا بتربوا ابطال، فمحتاجين تهيئوا لنفسكم البيئه المناسبه علشان تقدروا تربوا ابطال. اشوفكم بكره.